حبة البركة اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يقولون 7 حبات يطلع لك حبة حبتين، لا، اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذها بالإبهام والسبابة والوسطى كذا بالثلاث الأصابع، تأخذ بقدر ما تشاء، 1 2 3 100 ما تدري. طيب حتى أستفيد منها آخذها يا أبو عبد الله لهم كذا وأحطها على الراحة الأخير، ها، واقفل الفم كامل الحين، بس هذا من باب التطبيق. يعني تقفل فمك تطحنها بضروسك اللي العقل. طيب إذا ما عنده ضروس؟ والله يمكن أنا ما عندي ضروس والله. بعدين تبلعه. طحن كامل، ولا افتح الفم عند الأكل وابلع طحن كامل ثم ابلعها بعدها، تستفيد من حبة البركة والزيت سبحان الله العظيم. لكن لو فتحت فمك ودخل الهواء ما راح تستفيد منها. المقطع الثاني اللي اشتهر يا ابو عبد الله وانتشر عند الناس، حبة البركة، الكثير يشتكي من مشاكل الصدر، الجيوب الأنفية دائما مزمنة، عنده إعطاس، حساسية، تغير جو، أي شيء، حتى الاكتئاب، حتى الحشرات اللي في البيت. ناصح بعد الله سبحانه وتعالى باستعمال حبة البركة. كيف الطريقة؟ ركزوا يا اخوان في الطريقة هذه لاني انا جربتها وضبطت معي. دقيقة ابو عبد الله. ضبطت مع الدكتور، ضبطت معك يا دكتور؟ ما شاء الله والله طيب الله مجلسكم يعني، جزاك الله خير ابو محمد. انا كان عندي مشكلة في الجيوب الانفية يوم امس، والله يعني استنشقت حبة البركة، اول مرة تصير معي يعني، ما شاء الله الحمد لله. تقول لما صحيت الصباح يا دكتور صار معك؟ صحيت صباح يعني حسيت انه كل في الجيوب الانفية بينزل يعني، حفظكم الله يعني، والحمد لله الحين المسائل مفتوحة على البحري الحمد لله. المصريين البحري يعني خلاص. أنا جربتها والله. الشيء الثاني يا جماعة طريقتها كالتالي. تجيب جمر ومبخر. نعم، تحطه طال عمرك على المبخر، تحطه طال عمرك على المبخر زي العود، حلو. ثم اجي ابو عبد الله وش اسوي؟ استنشقه. شوي استنشاق تام. انت عجبتك الشغله يا دكتور؟ ها؟ تطلع من نخاشيش. النخاشيش تطيب ابو عبد الله، وممتازه كذلك للبيت يا جماعه، طرد الحشرات وطرد الاكتئاب وطرد، والله يا جماعه تشوفون لها يعني فاعليه قويه. جربوها ببيوتكم وتشوف، حتى الاطفال جربوها اللي عنده جيوب انفيه. رقم 2 حساسيه. بعض الناس يقول كم استعملها؟ اقول من 2 إلى 3 مرات في الاسبوع، كثر خيرك ورحم الله والديك.